عايز اعرف حجازي بيتقال بيتدرب على يعني الرقص بالعصايه ازاي ويخش انت معاك ومعاك فرقتك بسم الله ما شاء الله عددهم كبير. الحمد لله. تقول لي بتتمرن ومين بيمرنك والرقصه دي بص انا اسمها ايه؟ عندنا في البيت بتاعنا ما شاء الله احنا يعني كبير فدان مثلا. انا باخد الفريق اللي انت شفته نعمل بقى ايه جري في التراك. عندي تراك في البيت نجري بقى ورا بعض كده مثلا 20 30 لفه. تمرينات بقى على طول ضغط بطن انت فاهم على اساس التمرين الصعيدي ده مش تمرين عادي. رقصه العصايه دي رقصه العصايه مش اي حد والنفس. يلا يا شباب اجروا كل واحد بالسترنج بتاعه. والفريق بقى انت عارف اسم بقى عنده فريق قومي. قول لي وانت بترقص حصل موقف حاجه حد اتخبط حد عمل في اصابات كتير في الشغل عندنا. في اصابات. ياسين مره ايده كانت تتكسر. وادهم برضه صباع رجله الشمال الصغير. بتتكلم على اولادك. ما هم بيتدربوا معايا لازم يلعبوا كده. بس الحمد لله. حبيبي يا حجازي منور الدنيا ودايما في توفيق واحنا معاك لحظه بلحظه. الله يخليك حبيبي. وكل وشاهدين على كل نجاحات. صباحك زي الفل واحلى جمهور عم سيد شعراوي يا جماعه. طيبين. حته بقى لسيد شعراوي بقى. عم سيد يا عسل، عم سيد يا عسل يا سكر، بموت فيك والله. صباحك فل يا حبيبي.